السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم فيديونا راح نسوي بيه حلاوة التمر. عندنا هذا التمر، عندنا سمسم، عندنا زبد. وهاي الزبد ما راح اخليها كلها، خليه نص من عندها. تعالوا يا حبايبي. هسه حبايبي خلينا التمر حبايبي بلشنا نحمس بالتمر. هسه بنات راح نخليه له راشي. هسه حبايبي راح نخلي الجوز. وهنا حبايبي نمزج المواد اللي خليناها. وهنا بلشنا نكور بالتمر ونذبه بالسمسم، نقلبه بالسمسم ونشيله بالخاشوقة حتى لأن إذا نكضه بيدنا يظل هاي شال السمسم من التمر. وهنا حبايبي خلصنا كمية التمر كله، كورناه وصار كمية كبيرة ما شاء الله كلش هواي. طبعا هاي الكمية تبقى عندنا هواية. هنا حبايبي خليته بالحافظة. لمسات حب استقبال الحبايب في رمضان، تحلم مشاركة من كل العائلة مع لمسة ذهبية تنور دار، تقول أهلا بالغوالي ومع فريق تحلى الأوقات مع الغالين عليك. وهنا التمر صار جاهز. هنا حبايب وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس حتى يجيكم كل شيء جديد وحلو. شكرا لكم متابعيني، مع السلامة.